هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة من صوت المنتدى. أحييكم أنا أمل علي وزملائي في الإعداد، وأرحب بكم في مساء هذا اليوم السبت 11 من أكتوبر. يرافقني في حلقة اليوم الزميل جمال عثمان حمد من ميلبورن، وتتناول ساعتنا نشرة للأخبار ومقالة للأستاذ محمد علي موسى بعنوان الحرية قيمة سامية، وهناك مواضيع كثيرة متنوعة. أبدأ بتحية زميلي جمال من ميلبورن. مساء الخير جمال. مساء الخير أمال، ومساء الخير على المستمعين في كل مكان. أهلا بك جمال. ماذا أعددت لنا اليوم لساعة المنتدى؟ في هذا اليوم سوف نتحدث عن مؤتمر دولي وإقليمي سيعقد في الخرطوم في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري. كما نتحدث عن الانقلابات والمتغيرات التي تحدث يوميا في إريتريا وتطال المواطنين والمناضلين، وكيفية التصدي لعدم تكرار ما سمي بصناعة الدكتاتور. نعم، إذن سنعود إلى هذا الموضوع. نذهب إلى الأخبار أولا جمال، وابقوا معنا أعزائي المستمعين. والله وحد بينا وفرحونا وراحوا شالوا من وادينا بهجة وأفراح. والله وحد بينا وفرحونا وراحوا شالوا من وادينا بهجة وأفراح. كثير يحملوا يا حليل الراح، بالكثير يا حليل الراح. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء
وفاة الشيخ المناضل حامد صالح تركي القيادي بالحزب الإسلامي. مدينة عصب تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. حكومة أوسياس تطرد السيد هبتوم رؤسهم من الكنيسة الأرثوذكسية، و13 مجندا من الدولة 28 للخدمة الوطنية يسلمون أنفسهم في واد شريفين. الأخبار بالتفصيل. توفي يوم الأربعاء الماضي في العاصمة السودانية المناضل الشيخ حامد صالح تركي عن عمر تجاوز 70 عاما، وهو قيادي بالحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية. التحق الفخيد الشيخ بجبهة التحرير الإريترية منذ تأسيسها، وعمل في مواقع مختلفة، وساهم في تأسيس التيار الإسلامي داخل جبهة التحرير الإريترية، وهو أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي الإريتري. له إصدار بعنوان إريتريا والتحديات المصيرية ومساهمة عدة. أسرة المنتدى تنقل تعزيها إلى أسرة الفقيد رحمه الله. ذكرت مصادرنا إلى أن مدينة عصب تعاني هذه الأيام من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. وأشارت المصادر إلى أن هذا النقص جاء على خلفية قطع حكومة إسياس العلاقات بين اليمن وجيبوتي من جهة، ومن جهة أخرى صعوبة المواصلات وندرتها بين المدينة وأسمرة. ذلك مما جعل وصول المواد الغذائية متأخرا عن موعدها وصعبا، فضلا عن وصولها متضررة وفاسدة. هذه العوامل المجتمعة فاقمت من الأوضاع المعيشية بعصب. كما أشارت مصادرنا أن سكان وسط دنكالية يعانون من النزوح من قراهم في شكل جماعات إلى كل من عصب وفرو، هربا من المجاعة التي ضربت مواطنهم الأصلية. ومن المحزن أن المواطنين هناك يعانون من المجاعة، بينما نجد بالقرب منهم حكومة إسياس تقوم بتوفير الماء والغذاء والدواء للشركات الصينية والروسية التي تستخرج المعادن والثروة الوطنية الإريترية بصفقات مع حكومة إسياس. وهكذا يجد المواطن الإريتري نفسه أمام أماكن التنقيب لتلك الشركات عله يجد بعض فضلاتهم، ويقال أن مدير الموقع الصيني يقدم لهم أحيانا بعض الغذاء. استمرارا لسياستها المعروفة، قامت حكومة إسياس بطرد السيد هبتوم رؤسهم، والذي كان يعمل سكرتيرا للسيد يفتاهي ديمتروس. وأكدت مصادرنا بأن طرد السيد هبتوم من الكنيسة الأرثوذكسية يأتي على خلفية استخدام الأفراد ورميهم بعد استنفاذ أدوارهم. كما أشارت بأنها تتوقع في المرحلة المقبلة المزيد من إجراءات الطرد والإخفاء القسري. وتتعامل حكومة إسياس مع الأفراد بشكل معروف وواضح، ونأمل أن يتعظ من ذلك بعض من يوظف في المهام بشكل متتالي، وعليه أن يسأل نفسه إلى أين ذهب الذين سبقوه في هذه الوظيفة. واللبيب كما يقال يختار أن يقف إلى جانب شعبه قبل فوات الأوان. أوضحت المجموعة التي سلمت نفسها لمعسكر واد شريفي للاجئين بالسودان، وهي 13 مجندا من الدولة 28 للخدمة الوطنية في ساوة، بأن معسكر ساوة محاط هذه الأيام بحراسة مشددة خوفا من هروب الشباب والشابات. وأكد الشبان الفارين بأنهم غادروا نتيجة للظروف السيئة للتعليم الأكاديمي بالمعسكر وانعدام المعلمين، وأن طلباتهم المتكررة بالتعليم جُبهت من قبل ضباط الألوية العسكرية بالسخرية، مما دفعهم إلى الهرب. وقالوا دفعنا هذا الواقع إلى تجاوز كل الأسوار بحثا عن مستقبل أفضل. كما ذكرت إحدى الفتيات تعرضها للاغتصاب من إدارة إحدى الألوية العسكرية. نهاية النشرة.
قلبي صبر، قلبي صبر لما انتهي صباره. نظرة باك يا حزينة، باك يا حزينة، كم وراها وداره. أنا أتصبر قلبي تصبر لما انتعب صبر. نظربك يا حزينة، حزينة كان وراها وداره. يوم رحلت وشلت بهجة وانوار، يوم رحلت وشلت بهجة وانوار. ارتويت من عطفه، ارتويت بين روح، ارتويت بين عطفه ولا ارتويت بين روح. كشفن أسراره، فضحني عيوني كشفن أسراره. والعيون لو رادوا ما بيعرفوا يناروا. العيون 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 لو رادوا ما بيعرفوا يناروا. صوت المنتدى. الحرية قيمة سامية. الحرية قيمة سامية تستدعي مسؤولية مماثلة لقيمتها، وهذا يتطلب إنتاج مشروع ثقافي نحرز من خلاله التغيير نحو الأفضل والتصدي لتداعيات ثقافة الاستبداد. فمناضلو الحرية عليهم تقييم تجربتهم. الدرس الأول الذي ينبغي الوقوف للاستفادة منه هو أن غالبيتنا يرغب في تحقيق وحدة المقاومة، أو بالأحرى ينادي بذلك، ومع هذا لم تتحقق هذه الوحدة. لماذا؟ الوحدة لا تأتي من خلال التسابق على مقاعد الرئاسة والإدارة. الوحدة تأتي من خلال عمل مشترك حقيقي ضد الاستبداد، ومن خلال خلق مظلة جامعة لقوى المعارضة في أماكن تواجدها. تقر هذه المظلة بأننا جميعا نسعى بهدف إسقاط النظام الدكتاتوري، والتنظيمات هي المعابر أو المنابر التي تعبر عن التعدد الفكري، كما أنها آلية لتحقيق هدف إسقاط الدكتاتورية وبناء دولة العدل. تنفذ هذه المظلة برامج مشتركة ضد الاستبداد عبر تقديم أولوية المصالح المشتركة للتنظيمات والتكوينات. يبدأ هذا العمل النضالي التنسيقي عبر الاتفاق حول برنامج حد أدنى،
وهذه مسؤولية كل فرد وكل تنظيم، فكل من لا يقوم بخطوات عملية لإقامة هذه المظلة لا يحق له الحديث عن غياب العمل التنسيقي والوحدوي الحقيقي للمعارضة. إن الشر الذي نشب في جسد الشعب الإريتري كان مدخله غياب الحوار وانتهاج الإقصاء، وأن النظام الذي نسعى لإرساء أركانه ينبغي أن تكون غايته إسعاد الإنسان ماديا ومعنويا، وأن مقومات هكذا نظام هي الدولة الديمقراطية والتي تؤسس بدورها على المواطنة، هذه المواطنة التي تتبنى قيم مشتركة. مدخلنا لهكذا واقع هو الحوار، ثم الحوار والفعل المشترك. الحوار بهدف الوصول إلى مخارج للعجز التشخيصي لدى البعض لواقع الأزمة، والفعل المشترك كونه صمام الأمان لتحويل ما تم الحوار بشأنه إلى منتج وواقع. فالحقل السياسي لا يحتمل إضفاء المطلقات على المجال العام، بل هو مجال للتدافع التنافسي المتكامل بما يخدم مصلحة المواطن وقبول الآخر كما هو لا كما نحب. لهذا أولوياتنا إدارة الحوار بهدف الوصول إلى ما يخدم تقدمنا المشترك بشروط عملية وواقعية، وبالاحترام المتبادل وضرورة الاستماع إلى الرأي الآخر بصبر وجلد وانفتاح، بحثاً عن الحقيقة بهدف تلاقح الأفكار عبر تجنب استدعاء مثيرات وعناوين أخرى كالقيام بإسقاطات لأحكام وأحداث تاريخية في غير موقعها كأداة للهروب عن الفكرة المطروحة. فعندما تظهر فكرة أو رأي يذكر بمكامن الضعف والكوابح ويدعو لتجاوز ثقافة الظاهرة الكلامية والسباب ويدعو إلى منهج المجادلة بالحسنى لإفراز إنتاج على الأرض، هكذا رأي يجابه من قبل البعض بمفردات غدت شائعة. على سبيل المثال يقولون: لا تعطينا دروسا، لا تتطاول علينا، أنت خادم النظام، أين كنت؟ لماذا صمت طويلا؟ وهكذا. تعبيرات تكشف عن عجز وضعف حجة في محاولة منهم لفرض الكلام بالرأي الجارح. وفي مفارقة مذهلة يصبح المنشق عن النظام بين فكي رحى النظام الديكتاتوري من جهة ورحى من يفترض أن يكون معه في خندق واحد من جهة أخرى، وكأن العدو هو من انشق عن النظام وليس النظام نفسه، وكأن عدم تمكن النظام من اغتياله أو اعتقاله يغيظ البعض فيحاولون أن ينزعوا عن المنشق كل قيمة معنوية ومادية، ويحددون له متى وكيف يناضل بدل محاورته وتقريب شقة الخلاف بينهما والتي لها أسباب موضوعية. كما تجدهم يتشفون من اعتقال واغتيال النظام لبعض من كان معه ويهاجم المنشق لاصطفافه ذات يوم مع الطاغية ضمن ظروف وحقائق مغايرة، وكأن الجميع لم يقف حينها ليصفق طويلا ليوم تحرير إريتريا. كذلك محاولة تحميل المنشق وصول الطاغية لمقاليد الأمر وليهاجم في ذات السياق بالخواء والفشل وفقد القيمة. وهناك بعض الأفراد وبالرغم من وجودهم حتى الآن مع النظام تجدهم معذورون وتختلق لهم قصص بطولية. هل هكذا حديث هو حديث سياسي أم أنه شيء لا يمت للسياسة بصلة؟ وبغض النظر عن كل ذلك، هل يخدم ذلك المعارضة؟ أم أن مطلقي ذلك لا يعنيهم حقيقة أمر الاستبداد القائم في إريتريا ولهم قضايا أخرى؟ يقال كل ذلك وغيره ويتحول الأمر إلى إسقاطات وأحكام نمطية تعميمية جائرة وإلى مهاترات وسباب لا يستفيد منها إلا مشروع الجهل والانتصار للأنا بأي ثمن على حساب الحقيقة، والنتيجة تسمم الأجواء بالإرهاب الفكري وسيادة أزمة أخلاق فكرية وسياسية هي الوجه الآخر لما هو سائد في إريتريا. ومن هكذا حال يستحيل تصور إمكانية تغيير واقع مماثل قائم في بلادنا إلا إذا كانت الغاية تغيير أشخاص لا مفاهيم، وحتى هذا إمكانية تحقيقه غير واردة في ظل هكذا ثقافة. مثل هذا الواقع لا ريب أنه بحاجة إلى ثورة ثقافية لتغيير الفكر قبل كل شيء. وهكذا سنتطرق على عجالة إلى نقطة تجنبنا الحديث عنها كثيرا، ليس لأننا لا نملك ما نقول، بل لأننا أثرنا الصمت ضمن رؤية الأولويات. وهذه النقطة هي: من يحاكم من؟ إن انشقاق البعض عن جبهة التحرير في مطلع السبعينات لم يكن ترفا، بل كان على خلفية إقصاء ومظالم قاسية ودامية بين المسلمين أساسا. ثم أسس الطرف المنشق إطارا تنظيميا في ظروف قاهرة ومريرة، سلاح العدو من أمامه وسلاح الأخ العدو من ظهره، حيث اتخذ بشأنهم في مؤتمر الجبهة الأول قرار صريح بتصفيتهم جسديا والتفاوض مع إسياس،
فهؤلاء لم ينشقوا عن الجبهة لمناصرة إسياس، بل إسياس جاء بهم للاستفادة منهم. المصير المشترك بالموت الذي سلط عليهم من الجبهة هو الذي جمعهم. ثم قدموا تضحية جسيمة وكبيرة لتحرير الأرض شبرا شبرا، ولعوامل حقيقية عديدة يعلمها كل متابع منصف ويتجنبها الكثيرون مكابرة، أدت إلى سيادة ثمة لونية ثقافية بعينها على الأخرى، مثلما سادت كذلك في الجبهة، والمجال هنا لا يتسع للإسهاب، فضلا عن تبني البعض لسياسة احتجاز واعتقال قطاعات معينة من الثقافة الأخرى وحرمانها من المشاركة. عقب التحرير حدث انقلاب على المسار المعلن للتنظيم، وهذا أمر طبيعي ويحدث كثيرا. على خلفية هذا الانقلاب انقسم البعض إلى من يجاري الانقلاب وإلى من ضحى بحياته في صورة افتداء نادر القيم الإنسانية، مقدمين بذلك تضحية لتحرير الأرض ماضيا ثم تضحية لتحرير الإنسان حاضرا. لهذا نقول: من يحاكم من؟ دعونا نبحث سويا نحن الشعب العام، والذي كنا دوما وقود النجاحات والإخفاقات، عن حلول واقعية لحاضرنا ومستقبلنا الجمعي بعقل منفتح وبتجفيف المستنقعات وبسط حبل التكاتف والتغيير في الأفكار والقناعات والممارسات العملية، بعيدا عن الأنانية وبعيدا عن حكاوي الدس السياسي التي أشيعت لتفريقنا من هنا وهناك، والحديث مع بعضنا البعض بدل الحديث عن بعضنا البعض، وتجنب تسجيل المواقف وتصيد الأخطاء، وضرورة النأي عن التقاعس وملامة الآخر، والانكفاء لمعالجة عيوبنا بعيدا عن الاصطفاف على خلفية من قتل الحسين. علينا لملمة جراحاتنا التي توغلت فينا جميعا وصراعتنا سويا، فالآليات التنظيمية التي استخدمناها لتحرير إريتريا هي وسائل وليست غايات، ومحاولة إلباسها لبوس اجتماعية ثابتة ليس واقعا ولا يصب في مصلحة الجميع. قطعا ذاك الجميع الحريص على بناء مستقبل مشرق لإريتريا، فنحن كشعب إريتري الجبهة جبهتنا كشعب وكمبادئ، والشعبية شعبيتنا كشعب وكمبادئ. بقلم الأستاذ محمد علي موسى.
صوت المنتدى. إذا نعود مجددا أعزائي المستمعين معكم ومع الزميل جمال عثمان حمد من ملبورن. أستاذ جمال، دعنا نبدأ مع العنوان الأول الذي أعددته لنا، وهو مكافحة الإتجار بالبشر. نعم أمال، سينعقد مؤتمر إقليمي ودولي لمكافحة الاتجار بالبشر في الخرطوم في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، بحضور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي ودول القرن الأفريقي. نعم، هذا ما أعلنته الخرطوم حتى الآن. نعم، يعني هذا الموضوع طبعا من المواضيع التي يعني أثارت الجدل لفترات طويلة وأخذت وقتها قبل أن يتم لفت النظر إليها والتعامل معها، قضية الإتجار بالبشر التي يتعرض لها العديد من شبابنا الإريتري والإفريقي عموما في عبورهم إلى أوروبا، وخاصة في منطقة سيناء. هناك أيضا يعني كان الحديث عن تورط جهات في السودان وفي إريتريا في هذا الموضوع. يعني جمال، ما دلالة يعني هذا المؤتمر في هذه الفترة برأيك؟ نعم، أولا من المفارقات أن تكون مكان الانعقاد الخرطوم، والخرطوم متهمة بالتواطؤ مع المتاجرين بالبشر وغض النظر عنهم، وهذا ما أكدته هيومن رايت ووتش في تقريره عن موضوع الاتجار بالبشر. نعم. هذه مفارقة أولى. المفارقة الثانية أنه دولة المنبع نفسها اللي هي إريتريا حتى الآن لم تحدد موقف من حضور أو عدم حضور المؤتمر، مع أنه وكالة الأنباء السودانية أعلنت أن أسمرة ستكون من بين الدول التي ستكون مشاركة في المؤتمر. نعم. أنا أعتقد أنه الدولتين قبلوا بهذا المؤتمر اللي بنته أصلا الاتحاد الأوروبي، لأنه تريدان أو العاصمتين تريدان زر الرماد في العيون، لأنه وقع أو البلدين وقعوا تحت ضغط المجتمع الدولي، وبالتالي تحاول كل دولة أن تبرر وتبرهن للآخرين أنها تسعى إلى مكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين. نعم، يعني كلنا يعلم أن هناك اتهامات عديدة موجهة لجماعات في كلا النظامين، في أسمرة والخرطوم، في تورطهم في تجارة الإتجار بالبشر، والتي يعني ذهب ضحيتها وخاصة من الجانب الإريتري عدد كبير من الشباب والشابات، والذي نجا بأعجوبة، ويعني أثار التعذيب وأثار يعني القهر ستظل يعني عالقة في الذهن. كانت هناك أيضا نشاطات فردية لناشطين إريتريين حاولوا مساعدة العالقين في عملية الإتجار بالبشر، وهذه ربما هي التي لفتت نظر المجتمع الدولي. لماذا يعني برأيك أنه تأخر موضوع أنه التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة؟ أولا الخرطوم يعني اللي هو المكان الأكبر للجوء الإريتري، تأتي بعده طبعا إثيوبيا. الخرطوم ليست جادة في التعامل مع هذا الموضوع. الخرطوم ليست جادة أيضا في مكافحة الذين موضوع الاتجار بالبشر، وخاصة لا تريد الاصطدام مع الرشايدة اللي هم الأساس في هذا الموضوع. كما إن كثير من قادة جهاز الأمن والمخابرات والشرطة يستفيدون من تداول المبالغ في هذا الموضوع. وبالتالي الخرطوم تأخرت كثيرا في موضوع إجازة القوانين الجنائية التي ترضع هذه الظاهرة. فمثلا مجلس الوزراء حول عدد من مشاريع القرارات للبرلمان لكي يبت فيها، والبرلمان لم يبت فيها حتى الآن، ودخل في إجازة طويلة لا ندري متى ستنتهي. هذه محاولات أيضا من المجالس التشريعية للولايات. ولاية كسلة مثلا أجازت عدد من المشاريع أو مشاريع القوانين، إلا أن هذه القوانين الولائية تظل أولا حاجة ولائية أستاذ أمال. ثانيا أن هناك يتم خرق يوم إليها. فقبل أسبوع تم تحرير واحد من المهربين
أثناء نقله من السجن إلى المستشفى، وسط قوة مسلحة وفي وضح النهار. وهذا الرجل المهرب كان مسجون يعني مدان بسجن 10 سنوات يقضيها في السجن. هذا التراخي من الأجهزة الشرطية والأمنية يدلل أن السودان ليس جادا وليس على استعداد للصدام مع الرشايدة، وبيعرف تأثير الرشايدة وقوتهم العسكرية في المنطقة وقدرتهم، وأيضا بيعرف علاقتهم مع الأجهزة الأمنية المقابلة اللي هي الأجهزة الأمنية اللي كان يشرف عليها العميد المعزول تخلف منجوس. هذا الأمر كله هو يبدو يقف عائق. الآن تحاول الخرطوم وأسمرة تنظيف ملفة أمام الرأي العام العالمي لتقول للناس إنه هي بتشتغل فعلا في مكافحة التجار بالبشر. هذا ليس تشاؤم، ولكن أعتقد إنه هذا المؤتمر هو لإرضاء المجتمع الدولي ولتخفيف الضغط الذي يمارسه تجاه أسمرة والخرطوم. نعم. للأسف يعني هكذا أنظمة دائما يعني تجد الطرق والوسائل للمناورة حول ملفاتها الأخرى. جمال، ونحن نعرف كم من الضحايا ذهبوا في يعني ضحايا لهذه التجارة البشعة بمعنى الكلمة. هذا يعني جمال على الجانب السوداني. يعني لو أخذنا يعني نظرة إلى الجانب الإريتري والتورط كما نعلم يعني أو كما يعني هناك دلالات كثيرة على تورط جنرالات في الجيش في هذه التجارة، وقامت الحكومة الإريترية ببعض الإجراءات الشكلية. يعني اسم مشهور يعني جنرال تخلف منجوس تردد كثيرا في هذه التجارة. يعني ماذا تقول هنا؟ أولا أقول إنه العصبة الحاكمة في أسمرة لا تعترف بوجود لاجئين إريتريين أصلا، وعبرت عن ذلك صراحة. ثانيا تعتبر أنه هذه الهجرة هي هجرة طبيعية، وأن هؤلاء الشباب سوف يتم إعادتهم أو تجاهل هذا الأمر نهائيا. إلا أنه التنسيق بين الخرطوم وأسمرة يتم طبعا في علاقات أمنية بين البلدين، ويقال أنه ملف عدد كبير من الضباط التابعين للعميد المعزول تخلف منجوس تم تسليمه لأسمرة، وبالتالي أسمرة قامت بالخطوة التي تابعناها خلال الشهور الماضية بحل جيش الحدود حرس الحدود واعتقال عدد كبير من قادته. لم تعلن رسميا الأسباب، لكن يبدو أن واحدة من الأسباب تورط هؤلاء الضباط والمتنفذين في هذا الجيش في موضوع الاتجار بالبشر والتنسيق مع الرشايدة في هذا الأمر. فأسمرة الذي يفترض أن يقع عليها العبء الأكبر في المكافحة هي أيضا لا تعترف بهذه الظاهرة، ولم تخطو حتى الآن في سبيل ردعها. وفي نفس الوقت حتى الآن رغم إعلان الخرطوم أسمرة لم تعلن ستشارك في هذا المؤتمر أم لا حتى الآن. نعم. عموما هو من الملفات التي يعني أخيرا وجدت يعني انتباه من المجتمع الدولي كما قلنا، وأسمرة يعني متورطة في ملفات كثيرة لا تعترف بها. عموما جمال، نذهب إلى فاصل، ونتمنى أن تكون هذه يعني الظواهر حتى لو كانت شكلية يعني طريق إلى ردع بعض الجهات عن ممارسة هذه التجارة البشعة. نذهب إلى ملف آخر جمال بعد الفاصل. ضرورك توعي إفاتاني أندر حارك كهانيو أكيتاني وتكتي ديدك إيفو أبك ياني يا أندارك كمسكاكو أكوك ياني تسر اللي إفقيتي ما حقالك اللي تميت كرما ضرورك رحمات كمبردي عما
عنكرا كمبوت هرمت علامة بحصة ملوني كعند مزالي سيتالبتيا يردرين كله راتك جيبات وفرا قربلي وسم قاني ميكو يدبلي تمحشي ماندارو ونكوها كان اندفالو كافي تنبيتاني بيرتني عنقالو هنا نتاكو تردم لو قويشو تكودالو ينينكو قاللي أتو تنسيلالو ينينكو قاللي أتو تنسيلالو عودة أخرى إلى الزميل جمال عثمان حمد والذي يشاركني في هذا البرنامج من ميلبورن. جمال، يعني دائما الأنظمة الديكتاتورية عندما تبدأ بإحكام قبضتها إلى أقصى الحدود يعني يعاني الجميع بالتأكيد وبلا شك، ولكن هناك أناس يعني هم عناصر أو كما يقال بالإنجليزية key figures، يعني يكونوا ضحايا يؤسف عليها أن يضيعوا في هذا الصراع. وأنت اليوم ستحدثنا عن مثل هذه التقلبات وهذه التحولات التي تحدث في الأنظمة الديكتاتورية والضريبة التي تدفع بأشخاص يعتبروا خسارة على مستوى الوطن. نعم أمال، الحالة في إريتريا حالة تستدعي الانتباه والتفكير بعمق. نعم. يعني الموضوع ليس الآن موضوع تغيير نظام فقط، يعني تغيير النظام ممكن يتم يعني خلال 3-4 ساعات عبر انقلاب عسكري، وتتغير السلطة ويسجن الحرس القديم أو رجال العهد القديم وإلى آخره. بعد ذلك هذا هو الإشكال. في إريتريا خلال 20 سنة اللي فاتوا يعني حصلت متغيرات رهيبة جدا، يعني يقف العقل حائرا أمامه والمتبع للوضع بشكل عام. يعني هذه الثورات ثورات حركة التحرر حصل فيها مثل هذا التحول في فيتنام وكمبوديا إلى آخره، لكن ما قاعد يجري في إريتريا يعني شيء غريب شوية. يعني أن نتفهم مثلا بعض الانقلابات على مستوى أشخاص، بعض المتغيرات في سلوكهم إلى آخره، لكن أن يتحول الإنسان من ثوري نبيل، من داعية للسلام وللسنة وللأمن وللاستقرار لشعبه، أن يتحول إلى سجان وبشكل عنيف، ويتحرك كأنه يعني حيوان خرافي هائج يكسر ما حوله. في نفس هذا الوقت نجد آخرين مناضلين، يعني نبلاء يتوارون على الأنظار، يعني يقتاتون الصمت بعيد عن كل حاجة، تفتك بهم الأمراض، يعني يتحسروا. وشيء مؤسف إنه المناضل اللي كان مشروع لشهيد أن يتحول إلى رجل صامت بعيد في الأزقة وفي الحواري وفي الحانات، ويقتات يعني صمته، وفي نفس الوقت يعني بالدارج البسيط انه كره حياته. هذه مسألة لا يمكن يعني قبولها بهذا الشكل، يعني بشكل بسيط. نعم. نتفهم ايضا انه الثوريين قد يسقطون عموديا نحو القاع كما قال جيفارا، ولكن ليس بهذا الشكل. يعني نعم. يعني شيء شوية غريب في إريتريا نحتاج فيه إلى انتباه. ليس الأمر زي ما قلنا في البداية أنه والله دارين تغيير في إريتريا، صح دارين تغيير نحو الأحسن، لكن أيضا يجب الانتباه الآن لكي لا نصنع دكتاتور آخر، لأنه الذين سيرثون السلطة بعد سقوط هذا النظام ليسوا قادمين من الفراغ. يعني نعم.
نعم، هم يا إما مرتبطون يعني هذا بما النظام. يجري نعم. الآن أكيد. يعني نعم. جمال، يعني هذه نقطة مهمة لمستها يعني وجذرية في مرحلة التحول نحو نظام جديد، وخاصة على مستوى العمل المعارض. لابد من الانتباه لها كما قلت. يعني هناك منظومة قيم ومفاهيم قد سقطت بأكملها، والوضع يحتاج إلى يعني إلى إحياء قيم جديدة أو خلق قيم جديدة أو الانتباه لقيم إنسانية، اجتماعية، ثقافية. يعني نحن نتكلم دائما بشكل يعني محدد عن نظام سلطوي، فليذهب الرئيس وزمرته وغيره ونريد، لكن نريد ماذا؟ يعني القادم ماذا؟ ما نوع الثقافة التي سيحملها لنا؟ لابد بالتأكيد من الانتباه لهذه المسألة كما ذكرت، وهي برأيي بالفعل مسألة مهمة جدا. نعم، يعني الناس اللي حيجوا يرثوا هذا النظام يا إما هم جزء من الوضع القائم الآن، نعم. يا إما هم خارج هذا النظام وموجودين برا. مشكلة الناس الموجودين خارج النظام نفسهم يحملون جزء من جينات حركة التحرر الوطني نعم. الإريترية ومشكلاته وخلافاته إلى آخره. نعم. أيضا بشكل ما هم يمارسون نفس ما يمارسه النظام. مثلا أنا بعرف رئيس تنظيم من ما سمي رئيس حتى الآن 30 سنة وهو رئيس، يعني لا نعم. يمكن أن يستقيم الوضع بهذا الشكل. يعني يا إما هذا التنظيم هو ميت ولا يحتاج لدماء جديدة، ونحن بنعرف أي حاجة دائرة دم جديد لكي تستمر، يا إما هذا الرجل تحول إلى إله. هذه الإشكالات أيضا إشكالات موجودة جوا تنظيمات المعارضة. تنظيمات المعارضة نفسها بتحمل برامج وسياسات هي نفسها تمثل إشكال ومثلت إشكال في الجبهة الشعبية، وأتت بهذا الدكتاتور أو صنعت الدكتاتور كما قال الأستاذ أحمد القيسي. نعم. نعم. إذن نحتاج الآن على الأكاديميين والمثقفين الإريتريين أن ينتبهوا لمثل هذه الأشياء، ويضعوا الآن اللبنات الأساسية لعدم تكرار صناعة الدكتاتور. وأنا شخصيا عندي اقتراحات على الأقل أعتقد أنها تسهم مع غيرها في سبيل بلورة مثل هذه الأفكار أستاذ عماد. نعم. بالتأكيد جمال. يعني أيضا من الأشياء الملفتة للانتباه أن على مستوى العمل المعارض غياب الحوار المباشر وغير المباشر. يعني عندما أقول حوار غير مباشر يعني بطرح أفكار ومفاهيم جديدة تسمح لجيل جديد وللدم الجديد أن يكون جزء منها. يعني ما زال أيضا الحوار أو الخطاب أو اللغة التي تستخدمها التنظيمات المعارضة يعني لغة خشبية تدور في نفس المجال. لذلك حتى إمكانية إحياء هذه المفاهيم أو استبدالها بمفاهيم جديدة يعني تمهد لمرحلة جديدة، يعني يبدو أنه صعب في المرحلة هذه. ما هي يعني تفضل. نعم. يعني هي يعني واحدة من الإشكالات إنه عدم استطاعة التنظيمات الإريترية أن تتحاور فيما بينها، وعندما تتحاور تعترك، وعندما تعترك تنزل للشارع، أو التنظيم الوحدة من خلال التحالفات بتاعها، أو في التنظيم الواحد عندما تظهر مشكلة ما تشتبك القيادة ثم ينقسم التنظيم. ده أعتقد فكر شمولي أحادي. إذا كان في استطاعة لهذه التنظيمات أن تلجأ إلى السلاح لكان لجأ. نعم. وهذا يعني ما طبع تجربة حركة التحرر الوطني الإريتري. هذا جانب آخر إنه في بقايا فكر ماركسي فطير حتى الآن يسيطر في أذهان الناس، وهو إنه هذه القيادة هي التي تفعل كل شيء، هي التي تكتب، وهي التي تتحدث، وهي التي تخطط، وهي التي تنفذ، وهي التي تشرف على الإعلام، ودي واحدة من الإشكالات يعني اللي تصنع الدكتاتور. عليه نحتاج إلى نوعين، نوع داخلي، نوعين من المعالجات، نوع داخل كل تنظيم بالتجديد، ونوع خارجي في علاقة التنظيم بالآخرين وضوابط للحوار. هذا أيضا غير موجود، وخلال 20 سنة الفاتوا
نحن بنلوم النظام فقط، لكن يبدو أنه هذا اللوم يجب يعني خلال المرحلة الجاية أن ينتقل أيضا للمعارضة لكي نرى الصورة بشكل كامل ولا نجزئها ثم نكرر صناعة ديكتاتوريات أو يعني صناعة آلهة جديدة للمرحلة القادمة. أنا شخصيا اقترح أنه واحد مثلا إن تعلن التنظيمات الإريترية منفردة أو مجتمعة، تحالفاتها، مجلس وطني، تكتل، تجمع إلى آخره، منظمات شبه سياسية تعمل تحت أغطية يعني مدنية، أن تعلن صراحة ومن الآن وفي برامجها الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية، العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العالمي أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكولات حقوق المرأة في أفريقيا، وكل الملحقات التي وقع عليها العالم. هذا الأمر يجنبنا، وتكون معلنة يعني في برنامج، هذا الأمر يجنبنا أو يجنب التنظيمات الحقيقة أيضا أنه لا تتخذ خطوات ضد الآخرين تحت حماية الوحدة الوطنية وتحت حماية النسيج الاجتماعي وما أدري إيش اللي قاعد يعمل به أيضا النظام من أجل الوحدة الوطنية المتخيل عنده أو هو يعتقد قاعد يرتكب فظايع ضد شعبنا. أيضا تفعيل المؤتمرات، الآن المؤتمرات أصبحت مؤتمرات للعلاقات العامة، يعني 4 سنوات تمت التنظيم يعمل المؤتمر يطلع بنفس البرنامج يطلع بنفس القيادة. هذا أعتقد استمرار هذا الوضع يعني يشين ويكرس للدكتاتورية وللتسلط وللشمولية. يعني خلال الفترة اللي فاتت أنا شاهدت وشاركت كضيف في عدد من المؤتمرات لا جديد. نعم. يعني تناقش بنفس البرنامج القديم. نعم. تجيب نفس القيادة إلى آخره. نعم. هذا الوضع أعتقد آن الأوان الآن للتفكير فيه. نعم. والاندفاع من الأكاديميين والمثقفين لتصحيح المسار. نعم. يعني بالتأكيد يعني للأسف جمال يعني ولا نكون واقعيين إلى أقصى حد، يعني مؤتمرات وتنظيمات وإلى آخره، حتى مسائل التي كنت تتحدث عنها في تثبيت مسائل مبدئية كالحقوق والمواثيق الدولية والالتزام بها ربما يوضع ورق، يعني كلام على ورق. يعني ما يحدث هنا هو غياب المثقف الواعي برأيي أنا، المثقف الحقيقي الذي ما زال منسحبا من المشهد يعني إلى حد كبير، إنه غيابه من لعب دوره في إنه هو يوجه رسالته، في إنه هو يعني يطرح القضايا التي تهم يعني هذا الشعب، ولا القضايا التي تكون محورية وتساعد على مسألة التحول يعني نحو نظام جديد. في غياب نعم واضح يعني. نعم أنا أتفق معك في هذا الأمر، بل يعني الصورة الأخرى أيضا عندما حاول هذا المثقف أن يساهم أصبح جزء من التنظيمات. نعم. يعني أصبح هو ذاته نعم. جزء من الإشكال، وبدل ما يكون في مسافة بينه وبين القوى السياسية المنظمة في تنظيمات وأحزاب، هو ذاته أصبح جزء نعم. منها، وبالتالي مش يعني يساهم بل عكر نعم. كثير من صفوة الحياة اللي كانت موجودة داخل هذه التنظيمات. بالتأكيد. مشكلة يعني. نعم. ولذلك نحن يعني نناشد ونشد انتباه المثقفين الإريتريين في كل مكان وبكل اللغات على فكرة أن يكونوا يعني يتقدموا إلى الصفوف الأمامية، لأن ما يتطلبه المرحلة هو يعني خلق الخطاب السياسي الاجتماعي الواعي لاستقطاب الشباب. يعني إذا لم أكن قادر على أن أخاطب الشاب الإريتري وأستقطبه ليكون في عملية التغيير، فمن أين ستأتي الدماء الجديدة؟ يعني الموضوع ليس موضوع تنظيمات، يعني هذه التنظيمات ربما يعني مع احترامي للمسيرة النضالية لمعظمها، إلا أنها ربما لن تكون يعني بمستوى الحدث إذا ما تم أي حدث يعني على المستوى العمل الوطني. لابد لنا من أن نخرج بخطاب يعني يستقطب الشباب أولا وأخيرا. وهنا يمكن نقطة أخيرة مكمل الكلام اللي انت قلتيه، واللي هو الدور ايضا للاعلام الاريتري المستقل. يعني هذا الدور طبعا حتى الان محدود وضعيف جدا طبعا. وهو يعني يعيش
في عزلة تامة عن الناس. نعم. وأيضا في كل المحاولات التمت لصياغة خطاب إعلامي مستقل جيد اصطدمت بالتنظيمات الإريترية اللي هي بترفض أساسا يعني هذا الدور. وفي نفس الوقت هي ما عندها الآلة الإعلامية، فنحتاج لأنه نعيد النظر أيضا. التجربة اعتبرت كافية لإعادة النظر في الطريقة اللي بيتعامل بها الإعلام الإريتري المستقل مع أحداث بلده في الداخل وأحداثها في الخارج. لكي يتم هذا الأمر علينا بمراجعة 10 سنوات الفاتت من أجل صياغة خطاب إعلامي نقنع به شعبنا أولا، مستقل يعني قصدي، نقنع به شعبنا ونقنع به جيراننا ونقنع به العالم. أما استمرار الوضع بهذا الشكل فلا نستطيع عكس قضايا المناضلين المتوارين على الأنظار، لا نستطيع يعني معالجة مشاكل اللجوء ومعالجة مشاكل حقوق الإنسان إلى آخره في إريتريا. نعم جمال، يعني موضوع مهم جدا، ونتمنى أن يصل صداه يعني إلى من يهمه الأمر بين قوسين، والكل معني دائما كما أقول. شكرا لك جمال على هذه المشاركة وعلى هذه الإضافات القيمة. دائما معي من ميلبورن جمال عثمان حمد، شكرا لك. شكرا أستاذ أعمال، وشكرا للمستمع الذي تحملنا قليلا خلال الدقائق الماضية. تحياتي. ضرور كتوعي إفاتاني أندر حارك وهانيو كوانيو أكيتاني وتكتي ديدك إيفو أبكياني يا أندرك كمزقاكو أكوكياني تسر اللي إفقيتي ما حقالك اللي تميت كرما ضرور كرحمات كم بردي إما عنكرا كنبوت كرمت علامة بحث ملوني كعند مزالي سيتالكتيا يردرين كله راتك جيبات وفرا قربالي وسنقاني ميكو يدبلي تمحشي من دارو ونقوها كان اندفالو كان في الدنبيتاني بيرتني عنقالو هنا نتاكو تردم لو بيشو تكودالو جنينكو قالله أتو تنسيلالو جنينكو قالله أتو تنسيلالو سوني تمياني وعي بشونا ومامي قاعة ودا تيشونا لتو كيريكو وعبشي شونا وعنداماني كمي قيانا عدورك عدور كمي ريعانا سوني تمياني وعيب الشونا ومامي قاعة ودتي شونا لتوكي ريكو وعبشي شونا وعنداماني كمي قيانا عدورك عدور كمي ريعانا كمي قيانا كمي ريعانا كمي قيانا كمي قيانا كمي ريعانا
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: وفاة الشيخ المناضل حامد صالح تركي القيادي بالحزب الإسلامي. مدينة عصب تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. حكومة أسياس تطرد السيد هبتوم رؤسهم من الكنيسة الأرثوذكسية، و13 مجندا من الدولة 28 للخدمة الوطنية يسلمون أنفسهم في واد شريفين. الأخبار بالتفصيل. توفي يوم الأربعاء الماضي في العاصمة السودانية المناضل الشيخ حامد صالح تركي عن عمر تجاوز 70 عاما، وهو قيادي بالحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية. التحق الفخيد الشيخ بجبهة التحرير الإريترية منذ تأسيسها، وعمل في مواقع مختلفة، وساهم في تأسيس التيار الإسلامي داخل جبهة التحرير الإريترية، وهو أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي الإريتري. له إصدار بعنوان إريتريا والتحديات المصيرية ومساهمات عدة. أسرة المنتدى تنقل تعزيها إلى أسرة الفقيد رحمه الله. ذكرت مصادرنا إلى أن مدينة عصب تعاني هذه الأيام من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية. وأشارت المصادر إلى أن هذا النقص جاء على خلفية قطع حكومة إسياس العلاقات بين اليمن وجيبوتي من جهة، ومن جهة أخرى صعوبة المواصلات وندرتها بين المدينة وأسمرة. ذلك مما جعل وصول المواد الغذائية متأخرا عن موعدها وصعبا، فضلا عن وصولها متضررة وفاسدة. هذه العوامل مجتمعة فاقمت من الأوضاع المعيشية بعصب. كما أشارت مصادرنا أن سكان وسط دنكالية يعانون من النزوح من قراهم في شكل جماعات إلى كل من عصب وفرو، هربا من المجاعة التي ضربت مواطنهم الأصلية. ومن المحزن أن المواطنين هناك يعانون من المجاعة، بينما نجد بالقرب منهم حكومة إسياس تقوم بتوفير الماء والغذاء والدواء للشركات الصينية والروسية التي تستخرج المعادن والثروة الوطنية الإريترية بصفقات مع حكومة إسياس. وهكذا يجد المواطن الإريتري نفسه أمام أماكن التنقيب لتلك الشركات عله يجد بعض فضلاتهم، ويقال أن مدير الموقع الصيني يقدم لهم أحيانا بعض الغذاء. استمرارا لسياستها المعروفة، قامت حكومة إسياس بطرد السيد هبتوم رؤسهم، والذي كان يعمل سكرتيرا للسيد يفتاهي ديمتروس. وأكدت مصادرنا بأن طرد السيد هبتوم من الكنيسة الأرثوذكسية يأتي على خلفية استخدام الأفراد ورميهم بعد استنفاذ أدوارهم. كما أشارت بأنها تتوقع في المرحلة المقبلة المزيد من إجراءات الطرد والإخفاء القسري. وتتعامل حكومة إسياس مع الأفراد بشكل معروف وواضح، ونأمل أن يتعظ من ذلك بعض من يوظف في المهام بشكل متتالي، وعليه أن يسأل نفسه إلى أين ذهب الذين سبقوه في هذه الوظيفة. واللبيب كما يقال يختار أن يقف إلى جانب شعبه قبل فوات الأوان. أوضحت المجموعة التي سلمت نفسها لمعسكر واد شريفي للاجئين بالسودان، وهي 13 مجندا من الدولة 28 للخدمة الوطنية في ساوة، بأن معسكر ساوة محاط هذه الأيام بحراسة مشددة خوفا من هروب الشباب والشابات. وأكد الشبان الفارين بأنهم غادروا نتيجة للظروف السيئة للتعليم الأكاديمي بالمعسكر وانعدام المعلمين، وأن طلباتهم المتكررة بالتعليم جُبهت من قبل ضباط الألوية العسكرية بالسخرية، مما دفعهم إلى الهرب. وقالوا دفعنا هذا الواقع إلى تجاوز كل الأسوار بحثا عن مستقبل أفضل. كما ذكرت إحدى الفتيات تعرضها للاغتصاب من إدارة إحدى الألوية العسكرية. صوت المنتدى. وفي ختام ساعة هذا اليوم أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا معنا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.